فإحنا أفسدنا على الغرب وهم ارتبكوا لهذا الموقف، ما كانوش متوقعين يكون ده موقف حزب النور. وأفسدنا على الجانب الآخر زي ما اتكلم الدكتور محمد، إن هم كانوا عايزين يصوروا الحرب إنها حرب دينية وصراع ديني ظلما وبهتانا وزورا. وهل كان الصراع ديني؟ هل كانوا طالعين 30/6 طالعين ضد الإسلام؟ كانوا طالعين ضد المشروع الإسلامي؟ وكان في مشروع إسلامي من أصله. ده في عهد الدكتور محمد مرسي تم الموافقة على اتفاقية السيداو اللي رفضها محمد حسني مبارك. اتفاقية السيداو ديت هي بتبيح الشذوذ وزواج المثلين والكلام يعني أنا لا أستطيع أن أقوله حياء. في عهد حسني مبارك أي نعم هو كان ظالم وكان بس كان معاه ناس محترفين. فلما راحوا الأمم المتحدة رفضوا التوقيع على هذه الاتفاقية وقالوا إنها كتب مذكرة إنها تخالف الشريعة وتخالف الدستور وتخالف القيم وغيره وتحفظوا. محمد مرسي لما بعت الوفد المصري بعته برئاسة مين؟ ليلى تكري. راحت هناك ولا مش عارف ميرفت التلاوي أو واحدة منهم. فراحت هناك لغت التحفظ اللي كان معمول في عهد محمد حسني مبارك، وقعت توقيع مبدئي على هذه الاتفاقية في عهد الرئيس محمد مرسي وغيره. ولذلك بقول وهل الناس شافت مشروع إسلامي عشان تطلع ضده؟ الناس كانت طالعة علشان الزيت وعشان الوقود والكهرباء وممارسات الإخوان اللي هي حفزت والناس كلها ضدهم وظهرت الناس كلها ضدهم. فكانوا عايزين يصوروا ان الصراع ده صراع اسلامي.